السلام عليكم ورحمه الله. يا اغلى ويا احلى متتبعين، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ هانيا، اموركم مزيان؟ كنتمنى من الله تكونوا بخير وصحه جيده، ويلقاكم هذا الفيديو ان شاء الله يا ربي في احسن الاحوال. نهار جديد، فيديو جديد كما ديما. اليوم اخواتاتي ان شاء الله غادي نشارك معكم المسمن ولا الملوي، يا ربي الملوي ماشي المسمن، الملوي مدور في الفران. طلبوه مني المتتبعات ديالي بزاف على بركه الله. غادي نبداو في المقادير. عندي هنايا كيلو ديال الفورص الرطب البنات، غادي نزيد ناكد كيلو ديال الفورص الرطب ديال الحلويات. عندي هنايا زلافه ديال القمح الرطب، يعني تقريبا فيها كاس اونص حتى 2 كيسان ديال العنبه. عندي القياس ديال كيلو الطحين ديال الملحه، والقياس ديال شويه ديال سنيده، يعني غير القياس ماشي داكشي اللي غادي يكفينا في كيلو. شويه الملحه، شويه ديال سنيده. هنا كنعجنوه بالماء بارد البنات، ماشي بالماء سخون وماشي بالماء بارد. صافي كنمشيو. يعني هذا الفيديو هذا كنتمنى انه يستافدوا منه المبتدئات اللي عاد غادي يديروا المسمن، بنيتات صغار. عجنت معكم غير كميه صغيره، راه مولفه انا كنعجن 25 كيلو في دقه واحده الله يسخر الجميع يا ربي. صافي هنا كما كتشوفوا كنعجنو تقريبا داك الكيلو كيجيني انا بحال الا كنلعب غا بيد وحده كنعجنو. صافي اخواتاتي، يعني كنشوفوا العجينه كنديروا الماء اللي كيكفينا، ولكن ما كنجريوهاش من الاول، ضروري كنبداو نزيدو تقريبا واحد 2 درجات بحال ما هكا، كندلكوها واحد شويه وصافي. يعني ماشي كنديروا شي مجهود اللي هو كبير، وكنديروها في الميكا. يعني الميكا كتكمل ليها هي الدليك ديالها، كتجي زوينه. غير ديروا عجنوها وديروها في الميكا. صافي اخواتاتي، يعني كنستمر بهذه الطريقه هذه حتى كنحصل على واحد العجينه اللي كتكون شويه مرخيه ماشي بزاف. بالنسبه غنجاوب بالنسبه للناس اللي عندهم مشروع وكيسولوني على الملوي في انستغرام، كيقولوا لي اختي اكرام واش الملوي ديال العشيه معاش كتعجنوا؟ الملوي ديال العشيه اخواتاتي كنعجنوه مع 8 ونص ديال الصباح، ما كنبداو فيه الطياب حتى 3 ولا 2 ونص ديال العشيه. يعني ملي كنقطعوه ملي كنعجنوه مع 8 ونص يلاه كنقطعوه ل 11 كنبداو فيه الخدمه. يعني ل 11 كيبدا الملوي كيترولا. بالنسبه للخدمه ديال الصباح كنديروه شويه العجينه تكون مطلوقه، اما هذاك ديال العشيه كيكون شويه قاصح يلاه كيطلق. نتمنى الشرح وهذا يكون واصل لكم. هنا من بعد ما عجننا العجينه ديالنا صافي دهناها بواحد شويه ديال الزيت والزبده، درناها في بلاستيكه خليناها. ملي كنرجعوا شو تبارك الله كيفاش كتولي، يعني خيط البنات ما شاء الله. كتولي واحد العجينه ما تسخيش تحيديها من يدك. صافي هنا غادي نشكلهم كويرات. انا ضروري نعبر باش كيجيني داكشي متوبل العبار. الصراحه الله ما كنقطعش العجينه عشوائيه بصفه نهائيا، كنعبرها باش كتجيني وحده قد وحده. كنمشيو بهذا الشكل هذا. قطعت فيهم تقريبا 150 غرام 145، يعني كتكون ديك 5 غرام هكا ناقصه ولا هذا ماشي مشكل. يعني نتوما قطعوا 150 غرام. صافي البنات كنشكلهم على هاد الكويرات ما شاء الله اللهم بارك. يعني كيلو ديال الطحين راه عطا الخير والبركه. هنا شط ليا واحد شويه ديال العجينه، حاولت انني نزيدها يعني ما نضيعوهاش، زدتها كل كويره زدت شويه. هادشي اللي كاين اخواتي. صافي هنا غنخليهم عاوتاني يطلقوا لنا واحد شويه تقريبا واحد 10 ديال الدقائق ما كاملاش، لان ديجا راه العجينه مرخيه يعني ما غاديش تجينا صعوبه فيها. هنا مشينا الزبده تقريبا عندي 4 ديال الزبده. 4 ديال الزبده. هذا المسمن ديال الفرن كيبغي الزبده تكون غالبه شويه على الزيت. هنا غادي ندوبوها البنات. يعني بالنسبه للزبده شحال من مره كنبغي نقولها في الفيديو كنسى، وكنتمنى البنات اللي كيسولوا على الملوي بزاف يتفرجوا في هذا الفيديو. بالنسبه خواتاتي للزبده كنخليها حتى كيذوب من هذاك الماء اللي كيكون فيها، ولا حليب ولا رايب ولا ما عرفت كاع داكشي اللي كيكون في الزبده. يعني حتى كتولي شويه، ماشي حتى كتولي نوازط، ولكن غير شويه كنحيدوا منها داك الماء، لان داك الماء كيحمض الملوي، كيخسر الملوي، ما كيجيش الملوي زوين. يعني كنحاولوا نحيدوا منها داك الماء. هي كتغلي وكنخلطوا بحال ما هكا حتى كنحصلوا على واحد اللون زوين. هنايا هذا الخليط اللي باش غنديروا المسمن. عندي كاس د العنبه مخلط ما بين الفينو والسميده، كاس ديال العنبه مخلط نصو سميده ونصو فينو. عندي كاس لاروب د العنبه ديال الفورص رطب. عندي كاس غير 4 ديال الكاس ديال الفينو ديال النيدو غبره البنات. سمحوا لي يعني كنغلط، ولكن راه ما كنقدرش. عرفتي ملي كنبغي نمونطي راه كنيا. انا نعاود معكم. عندي كاس عامر ما بين الفينو والسميده، عندي كاس لاروب ديال الفورص رطب، عندي غير 4 كاس ديال الحليب غبره نيدو. جربوا البنات نيدو وردوا عليا الخبار، كيجي واحد المذاق يا سلام. من بعد ما خلطنا الخليط ديالنا وذوبنا الزبده لقينا العجينه تبارك الله ما شاء الله طلقات البنات.
انا حاولت انني نوري لكم هكا كنديروا المسمن ديال الصباح كنديروه شويه مطلوق. انا دابا غنسجل معكم فيديو يعني خاصني ندير العجينه شويه مطلوقه باش يلا البنات صافي. هنا غادي ندوزو لان لقيتهم لصقوا ليا كما كتشوفوا هنايا في القصعه. غادي نحاول انني نحيدهم ولكن ما نكورهمش يعني ما نشكلهمش بحال اللي شكلتهم باش العجينه ما تعلقش عليا. هنا كنورقهم حتى كيولي سطح العمل كيبان، يعني حتى كتولي الطبله ديالك ولا الرخامه ديالك ولا البوطاجي ديالك كتشوفيه من تحت العجينه كيبان داكشي اللي علاش كتقرصي كيبان. صافي كنمشيو بهذه الطريقه بحال الشكل ديال الملوي، غير هو كيتورق على الملوي، يعني ورقته مزيان حتى كيولي البنات صافي العجينه كيبقى لها غير شويه وتقطع لينا. هنا كما كتشوفوا راه طولتها يعني تبارك الله ما شاء الله طويله. هنا خواتاتي سمحوا لي، شفتوا هنا حدا الفاز ديال الورد راني روليته ولكن ما عرفتش كيفاش وقع لي في التليفون، ولكن غنعاودها معكم ما تقلقوا ما تمشيو فين، غسيروا مع الفيديو غتلقاو كلشي فيه. يعني كنرولي وحده وكنديروا وحده في وسط وحده باش كتجي الملويه ديالنا من الداخل تبارك الله عرفتي تقرميشه. ما نقول لكمش كي كتجي البنات. ها انتم خواتاتي يعني هذه وحده فوق وحده. هنا غادي نعاود معكم وحده اخرى باش كلشي يستافد. هنا كنورقوا العجينه ديالنا حتى كيولي سطح العمل كيبان كما كتشوفوا. يعني لا الفيديو حاولت انني نحط الكاميرا جميع الاتجاهات باش الفكره وبنادم من لا تفرج يستافد فيك. واخا حاولت نزر الفيديو لان للاسف الشديد راه الفيديو جات فيه ساعه قل شي حاجه، ما غاديش نقدر نحط لكم ساعه الفيديو على ملويات شويه حشومه كعيب. صافي انتم كتشوفوا كتجي على شكل حلزون. هنا راني حطيتها لهي في القنت. غادي نورقوا العجينه الثانيه ديالنا حتى هي كتولي نفس الطريقه ديال الاولى، وغادي نروليو وحده في وسط وحده كما كتشوفوا. شو كي كنردها وكنردها مستطيل ماشي كنعطيوها لهاد البنات، كتكون على شكل مستطيل باش كتعطينا الرولو كيجينا زوين. قد ما الترولات قد ما كيجي الملوي ديالنا من الداخل تبارك الله ما شاء الله مورق، يعني كيجي مهبر وكيجي مورق، يعني كتلقايه بحال الشكل ديال الملفي. صافي كما كتشوفوا كنرشو شويه وكنرشو ديك الخلطه اللي كتجي رائعه وراه ديجا حطيتها في الفيديو وشافوها بزاف المتتبعين وشكروني ورحموا لي الوالدين، وهذا هو الربح الكبير. شكرا لكم حتى نتوما. كنقول لكم الله يرحم لكم الوالدين. ما تنساونيش من لايك ما فيها باس. اي واحد تفرج في الفيديو ولا اي وحده كنقول لك اختي وخويا الله يدير القصر في الجنه ورحمه لوالديك في الدنيا وفي الاخره. ما تنساونيش من التشجيعات ديالكم. كنتمنى يكون واحد التشجيع يعني حتى انا كتفرحوني ملي كديروا داك اللايك كومونتير في حقي زوين. كنحتاج لدوك الكومونتيرات ودوك الدعوات زوينه اللي خلى في حقي شي تعليق ولا شي حاجه كنقول له الله يجعلها في ميزان حسناتك. شكرا لكم بزاف على التشجيع ديالكم لان داكشي كيهم اي يوتيوبرز. انا بعدا كنهضر على راسي كيهموني التعليق وكيهموني الاراء والنصائح ديال الناس ديال المتتبعين. هنا كما كتشوفوا درت معكم غير 4 خواتاتي لان انا عارفاهم غنديرهم. وليداتي جاو من المدرسه خداو الكوتي ديالهم كلاو شبعوا. هادو راه عطيتهم غير البنات اللي معايا في المحل الله يقبل يا ربي. خليت غير وحيده قلت ربما تبغيها ما يخدوش ولا شي حاجه. هنا خليناهم شوفوا ملي كتروا ليهم وكترجعوا تبسطوهم كما شفتوا في الفيديو. تبعوا الطريقه في الفيديو راه مفهوم واضح. كنخليهم حتى كيطلقوا الملوي بصفه عامه، سواء الطريقه ديال الفران سواء الطريقه ديال البوطه كيبغي يطلق، هو ما كيبغيش يتقرص يعني في البلاصه كيتقطع العجين ديالو كيجي مدقص. هنا كما كتشوفوا دقيتهم في اللاطه ديالي. هانتوما السمك ديال الغلظ ما خليتهمش غلط باش ما يجونيش معجنين، ولكن غيتنفخوا غيتضاعف الحجم ديالهم وغيولي ما شاء الله. اللاطه هزات ليا 3 شاط ليا وحيده درتها في المقله. يعني اللي بغات ديرها في المقله ديرها، اللي بغات ديرها في الفران ديرها. يعني بالنسبه للمقله ما ترشيهاش بصفه نهائيا اختي بالزيت، داكشي اللي فيها كافيها هي غتطلق لي من راسها وهي غتحمر راسها. هنا اختي غادي نمشي ندير اللاطه. ديجا راه درت اللاطه الاولى في الفران، غير هو الفران يكون سخون غديروا فيه الملوي ديالكم يكون سخون. هانتوما خواتاتي حاولت انني نشارك معكم واخا كنزحام والكليان واقفين. المهم هاد اللقطه ولا بلاش. اللاطه كطيب في الفران وهذه كطيب هنا في المقيله. جيت لقيتها تحمرات ماشي مشكل، المهم هو جيت في الوقت المناسب ما تحرقاتش بلاتك حلا. حاولت انني نقص البوطه غير على ما مشيت للفران جيت لقيتها تحمرات بحيث نسيت البوطه وخليتها مجهده. خواتاتي هانتوما عرفتي تبارك الله واحد المذاق جا فيه داك النيدو كيخلي واحد اللمطه واحد المذاق كيجي رائع البنات. جربوا نيدو في الملوي
كيجي زوين بزاف. انا ملي كيكون عندي شي كوموند وكطلبني شي متتبعه ولا شي كليانه كتقول لي اختي اكرام عافاك بغيت الملوي، يعني هي كتزيدك شويه الثمن وانت كتزيدي من عندك واحد الاضافه اللي كتعطي واحد البنه. يعني نيدو ديروه في الصابلي، يديروه في القرص، ديروه في الملوي، كيجي رائع. هنا طابت لينا الملويه، درتها فوق هاد الشبكه هادي باش ما تعرقش ليا من التحت. جات غزاله يا البنات، ماشي بحيث طيبته انا، وانما راه ربي شاهد كنشكرو لانه يستاهل الشكر وحق الله. جربوا لوليداتكم، وهذا كان الطلب ديال المتتبعات ديالي اللي طلبوا مني بزاف ديال لي كومونتير اكرام ديري لنا عافاك ملوي. فهذا المهم نتوما انا شاركت معكم الطريقه، درتهم شويه كبار لان الوقت عند اختكم اكرام راه الوقت كيكون مضغوط، راه كاين متتبعات اللي كيجيو عندي المحل وكيشوفوا كلشي على عينيهم. ها نتوما شوفوا المسمن واخا ما فيهش الفينو بزاف ولا السميده كتقطعي كيجي شيش. راه الفينو والسميده كيدار ملي كتفرقي به، راه كنفرقوا بالسميده والفينو والفورس. يعني الفورس كيخليه يتنفخ، حتى الفورس عنده واحد السر في هذيك الخلطه كيخليه ما شاء الله كيتنفخ. هنا البنات كنشعلوا في الاول لتحت، يعني حتى كيبداو يتحمروا لينا عاد كنشعلوا عليهم الفوق. راه ما كنحولوهمش، ما كاين لا طلع لا والو، كنخلي انا لاطه في الوسط كما كتشوفوا كتجي محمره من الجناب من التحت من الفوق من الوسط. غير هي التقريصه، حاولوا ما امكن تقرصوا مزيان باش ما يجيكمش داك الوسطاني رقيق، لان حتى التقريصه كتلعب دور. حاولوا ما امكن التقريصه يعني صباعكم ماشي تقبوا العجينه بالصباع ديالكم، لان بزاف الاخوات اللي صوروا لي الملوي وصيفطوه لي في الانستغرام وقالوا لي اختي اكرام ملناش هذا المشكل الدكراسي. الا ما كانش الدكراس زوين اكيد راه ما غيجيش الملوي زوين. المهم الشكل النهائي ديالنا هو جا. شوفوا قسما بالله الا جا كيحمق، التكرميلات قرميشه المذاق البنه يا سلام. هانتوما هو داوي على راسو. وان شاء الله الا بغيتو نشاركو معكم كيكون معمر عاوتاني باي حشوه، سواء بصدر الدجاج ولا شحمه والخضره ولا الكفته، يعني اي حاجه بغيتو غير الخضره كتجي زوينه فيه. المهم خليو لي تعاليق، واللي بغات شي حاجه تخلي ليا باش نشوف الطلب ديال المتتبعين ديالي شنو بغاوني نشارك معاهم. ديجا راه بزاف البنات اللي شاركوا معايا اللي يطلبوني على الحريره الحامضه، ان شاء الله غادي نشاركها معكم. غادي نقول لكم خواتاتي في الله بالسلامه عليكم، خليت لكم الراحه. فيديو جاي ان شاء الله بحول الله، مع السلامه.